خلي بالك يا جميل ان كلمه ويل بتيجي بمعنى بطريقه جيده، ودي لها 3 اشكال مشهورين. بس برضه كمان كلمه ويل بتيجي بمعنى سفينه، وبتيجي بمعنى بئر. اشترك بقى في القناه عشان تعرف الحاجات ديت بسرعه وتركز معانا. كلمه ويل لها 3 اشكال مشهورين قوي بمعنى بطريقه جيده، تعرفهم وتخلي بالك منهم. الاول خلي بالك ان كلمه ويل بيجي وراها بينج. الاثنين دول مع بعض اسم. يبقى ويل بينج معناها سلامه او صحه، ودي اسم مهم جدا انك تبقى عارف ان ويل بينج دي اسم. يبقى ويل بيجي معاها بينج اسم. شي از فوكسد اون هير ويل بينج، هي ركزت على صحتها وسلامتها. كلمه ويل بتتحد بكلمه ويرث، والاثنين بيبقوا صفه بمعنى يستحق. يبقى ويل ويرث معناها يستحق، ودي صفه. ويل ويرث يستحق، دي صفه. بيجي وراها اسم او فعل زائد الاي ان جي. ذا بوك از ويل ويرث ريدنج، الكتاب يستحق القراءه. يبقى ويل ويرث معناها يستحق، دي صفه بيجي وراها اسم او فعل زائد الاي ان جي. كلمه ويل بيجي معاها اي تصريف ثالث وبتبقى صفه مركبه. يبقى تعدي ويل بينج الاسم كده وتسيبها، وتيجي ان ويل بيجي بعدها تصريف ثالث. يعني لو لقيت ويل وجاي بعدها في الاختيارات شيء، فهو في الغالب هيكون تصريف ثالث، ودي صفه مركبه بمعنى ان هذا الشيء اعد جيدا. يبقى كلمه ويل بيلت معناها حسن البناء. The house is well built and sturdy. المنزل حسن البناء وقوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.